الله والله طيب ابو عوج بقبيح. اليوم حسوي لكم سناك هو عباره عن بيتزا تتكون من البروتين والشوفان، تقدر تعتمد بنظامك الغذائي لان يحتوي على 300 سعره حراريه فقط. مكونات هذه البيتزا: ايزو بروتين، موزتين، توت بري، بيكنج باودر، شوفان، قرفه. نهرسه لحد ما يصير خليط متجانس. قدح شوفان ونضيف البيكنج باودر، ملعقه قرفه، وهسه وصلنا للبروتين. بعد ما كملنا الخلط نحتاج قالب بلاستيكي وندير الخليط فيه. وهسه راح نزين الخليط بالموز. طبعا اختاريت الموز لان الموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين اي ويعتبر من الالياف الضروريه للجسم. طبعا هذا توت البري اذا تلاحظون كل الابطال المحترفين يستخدمونه بنظامهم الغذائي اليومي، لان هذا يحتوي على مضادات للاكسده واللي بدورها تعمل على تثبيط نمو خلايا السرطان. وهسه بعد ما كملنا نخليه بالفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. مثل ما تشوفون صارت جاهزه. هسه ندير عليها صوص ايزو بروتين. طبعا هذا صوص الايزو بروتين انا استعملته لان هو تكمله للسكوبين اللي استعملناهم بالبدايه واللي راح ينطيها طعم جدا لذيذ اضافه للفائده مال البروتين. طبعا ما لكم الريحه مال القرفه والتوت البري والايزو بروتين اللي هو بطعم الفراوله. ملاحظه هذه البيتزا من تطلع من الفرن لازم تخليها فد ساعه بالثلاجه حتى تتماسك وتكون قويه. هسه اكلناها انا ومصور كلها اكلناها.